السلام عليكم اخواتي وحبايبي. رحلة صيد جديدة النهاردة، طلعت استباحة بعد الفجر. ما شاء الله المية جميلة، كانت البحر مشخشخ، كان عالي شوية بس ما كانش فيه الحمد لله قش. الاول سامحوني ان انا مش عارف اصور على المية، المكان اللسان زحمة بطريقة مبالغ فيها. المية عشان ما شاء الله اليومين دول فيها خير كتير، فالصيادين بيقولوا لبعض فزحمة بطريقة مبالغ فيها. بس زي ما اتفقنا مع بعض ان اهم حاجة في فيديو الصيد معلومة هي اللي هتخليك تمسك سمك. لو اشتغلت صح سواء في النيل او في البحر مالح واشتغلت صح ربنا هيكرمك وهتمسك سمك، هو ارزاق وكل حاجة. بس لو شغال غلط والله لو قعدت سنين، وده انا مريت بيه، عشان كده انا بتكلم في الموضوع ده على طول. اهم حاجة في صيد السمك ان انت تشتغل صح، وزي ما اتفقنا الصيد تراكم خبرات. لما اطلع بقول لك انا اشتغلت النهارده بكذا والطعم كذا والصنار كذا، كل ده هو اللي لما تيجي تطبقه او يحصل معاك على الميه وتطبقه ان شاء الله هيخليك تمسك سمك. النهارده كنت شغال بجوز واسع. جوز واسع عشان في ناس كتبت لي في التعليقات، جوز واسع ده اللي هو الفرد طول الرمال. جوز واسع يبقى الفرد 2 متر الا ربع وفرد 2 متر. كنت شغال بالطعم وشغال بعقر، وكان في ناس شغاله بابو اللول، بس الافضل كان ابو اللول لان كان في الميه مرمار ياما رفيع، كان في النص مرمار خشاوي بيخش، خدت منه شويه كويسين الله المستعان. فكنت شغال بعقر وكنت شغال ثواني حبيبي، كنت شغال بصنار 7 كونه سلكه رفيعه ما شاء الله ممتاز والله المستعان. وبدأ الدنيس يعلم النهارده، ربنا كرمني خدت واحده وظهروا حوالي 3-4 زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. بدأ الدنيس يعلم بس وحايد، والافضل انك تقعد له على الرمله ان شاء الله، بس تعدي ناخد شويه سمك حلوين من الميرا الغنفيش اللي ماسكين الميه دولت، وان شاء الله شهر كده وهنبتدي ننزل له على الرمل. يبقى اهم حاجه تركز فيها في الصيد اساسيات لازم تعملها، وهركز عليها كل فيديو عشان هي دي اللي هتفرق معاك في الصيد، وان شاء الله هتساعدك انك تمسك سمك. اول حاجه ما تشتغلش في فرد قصير. تاني حاجه لما تاخد سمكه ما ينفعش ترد جامد، لا، خدت اكله على ايدك ارفع وش البوصه. في سمك كتير في المايه وشغال بسلاحين، يبقى خدت اكله رفعت وش البوصه، السمكه حسيتها معاك اتقل ثانيتين 3-4 هتاخد السمكه التانيه. تشتغل بالجوز بحيث تاخد اكبر كميه في اقل وقت. ولما تيجي تطلع راعي انك تطلع استباحه او تمسيه. يوم زي النهارده شويه السمك اللي خدتهم الغالب بتاعهم كان في الاستباحه بعد الفجر لحد الساعه 8-9 راح جايه مريحه شويه بقت شغاله وحايد. لو فضلت قاعد هتفضل مريح على الوضع ده كده، تخش عليك العصر ثواني حبيبي، تخش عليك العصر ترجع تشد تاني. فصيد البحر شغال كويس استباحة وتمسية، يبقى راعي انك تطلع في وقت مظبوط. ان شاء الله لو راعيت الكلام ده ان شاء الله ربنا يكرمك وهتمسك سمك كويس. ان شاء الله هسيب لكم في اخر الفيديو دليل شامل بالعدة المستخدمة وكل حاجة تخص الصيد وطريقة تحضير العدة للمبتدئين. ان شاء الله مكملين في الفيديوهات الجاية وبإذن الله اللي جاي احسن. دي طريقة تحضير العدة اخواتنا المبتدئين اللي برضو ما عندهمش خلفية. قرب كده قرب كده، ده مدور فوق منه خرزة وفوق منه الرصاصة، والرصاصة لازم تكون حرة نفس المنظر كده. طيب هنيجي للفرد اللي فوق عشان غالب الشغل يبقى فرد فوق وفرد تحت غالبا. حبيت تعمل فرد فوق اسهل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين. على كده هتربط مدور هنا صغير تمام، وهتيجي هتجيب حوالي 1.20 سم وتربط فيه العده من تحت. هتجيب مدور صغير تربطه في الخيط الاساسي، والفرد اللي هتربطه فوق تربطه فوق في المدور ده بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين. طريقه ربط المدور العاديه اللي كنت شارحها قبل كده، اللي عايز يرجع لها الاقيها موجوده على القناه، سهله
وسريعه اهي بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه انك تعمل صناره فوق الرصاصه، سريعه اهو بنفس المنظر كده. تعمل الفرد 90 سم 80 سم متر على حسب زي ما انت عايز. لو في ميره ومفيش سمك عايز السمك عامل كبير اعمله متر 90 سم 80 سم، كل ده شغال معاك تمام. ده بالنسبه للفرد اللي فوق. على كده نظبط العيار. واهم حاجه لما تيجي تعمل فرد فوق الرصاصه تخلي بين السلاح والرصاصه حوالي 25 او 30 سم عشان السنارتين ما يركبوش ما يتكعبلوش مع بعض. على كده قرب بقى طريقه ربط السناره. واضح تمام. حلقه كده صغيره نفس المنظر. تجيب السناره نفس المنظر كده، تاخد الفرد ده كده وتلفه فين اهو. برضه شارحها هتلاقيها ليها فيديو، عايز ترجع له هتلاقيها على القناه اهو. نفس المنظر كده وتشد الفتله الصغيره دي اهو نفس المنظر. ترجع بيه كده وترجع تاكد عليه. واضحه الصوره تمام. السناره اهم حاجه ان هي تكون واقفه كده. نعمل فرد تحت طوله متر وربع، ان شاء الله نتكل على الله ونشتغل.